المكان 6 المحتل وبالتحديد في حي برينسيبي سيء السمعة، وفقط الناس التي تعيش في شمال المغرب ستعرف لماذا قلت هذا. الأسلحة منتشرة بشكل لا يصدق بين المراهقين والشباب بكافة أنواعها، والمخدرات تباع كالخبز في الشارع. معدل الجريمة مرتفع، وحتى الشرطة الإسبانية لا تستطيع التحكم أو السيطرة على هذا الحي الخطير. وفي هذه الظروف ازداد بطل قصتنا اليوم واسمه محمد، وعند بلوغه سن 14 سنة بدأ بالدخول إلى عالم الجريمة وتجارة المخدرات، وأسس كارتيل خاص به واستطاع السيطرة على تجارة الممنوعات وتهريبها بين إسبانيا والمغرب لسنين طويلة، ووصلت مداخله إلى 30 مليار سنتيم في السنة الواحدة. في الحقيقة نسخة مغربية طبق الأصل لبارون المخدرات المكسيكي خواكين غوزمان لويرا الملقب بإل تشابو، لأن بطل قصتنا اليوم هو أيضا لا يتراجع إلى الوراء ولا يعرف معنى الخوف أبدا، زائد أنه ذكي جدا لأنه مثل إل تشابو استطاع الهروب من السجن مرتين، مرة في سجن وادلو في المغرب ومرة في سجن القنيطرة. وحتى هو مثل إل تشابو انبطح له السجن بأكمله واشترى الحراس والمدير وكل شيء، وقام بتصفية العديد من رجال الشرطة الإسبان، وتصنف كسجين خطير وخطير جدا فوق العادة. وحتى هو عملوا له فيلم يحكي عن قصته في إسبانيا، وكان معروف حتى هو بالضرائب والسلطوية التي كان يفرضها على العصابات الصغيرة، وأي عصابة تريد ترويج أو بيع المخدرات يجب أن تدفع له الضرائب كعصابة سوتاكو وسفيان اللوكو وغيرها. وكان لا يتردد في استعمال رصاص الحي ضد منافسي أو من لا يريد أن يدفع له الضرائب. وهذا هو محمد الملقب بستيتو في شمال المغرب، والبروش بالدارجة ومعناها الصغير باللغة العربية، وكان له لقب آخر هو إل نيني أو إل نينيو بلغة الإسبان. مهرب جنن السلطات الإسبانية والمغربية، الوحيد الذي استطاع إسقاط طائرة حرس الحدود غوارديا سيفيل بعد ملاحقته ومحاولة الإمساك به. ازداد إل نيني سنة 1975 في حي برينسيبي الشهير من أب وأم مغربيين، الشيء الذي جعله يتكلم اللغة الإسبانية واللغة المغربية بطلاقة، وأمضى طفولته كلها في الشغب والمشاكل. واعتقل لأول مرة سنة 1989 وكان عمره فقط 14 سنة، طفل صغير وجدوا معه كيلوغرامات من الحشيش، وهذا هو السبب في لقبه إل نيني أو الصغير. واشتهر في عالم الجريمة بهذا اللقب، وكان المغاربة وقتها يعملون فقط في توصيل الممنوعات للسواحل الإسبانية للبارونات الكبار، إلا شخص واحد مغربي كان يشتغل لنفسه الملقب بحميدو دي، وإذا أردتم قصته اكتبوا لي في التعليقات. واشتغل النني مع بارون إسباني في عملية توصيل، وكان هو الذي يسوق الزورق أو القارب الذي يوصل الممنوعات من المغرب إلى إسبانيا، وهذا لسنين طويلة بدون الإمساك به لأنه ذكي، واشتهر أنه لا يخاف أبدا، وعندما تتم ملاحقته لا يرمي الممنوعات في البحر كالمهربين الآخرين ويستسلم للشرطة، بل يزيد في السرعة، وحتى إن لم يستطع الهروب منهم أو تشتيتهم يبدأ في حرب معهم بالأسلحة النارية. وفي مرة من المرات بعد ملاحقته قرب السواحل الإسبانية لم يرد التوقف للمروحية وبدأ بإطلاق النار عليها مما تسبب بإسقاطها، وهرب منهم، وجعله هذا يكتسب شهرة كبيرة في عالم تهريب المخدرات لأنه شخص يعتمد عليه ولا يتراجع للوراء. وبدأ يكون علاقات مع كبار ورؤساء العصابات حتى عرف خبايا وأسرار هذا المجال جيدا، فقرر أن يشتغل لنفسه وكون عصابته الخاصة في تهريب المخدرات من المغرب إلى إسبانيا. ولكي نكون صريحين ليس سهلا أن تفرض نفسك في هذا العالم المليء بالجريمة والفساد وتنافس الحيتان العملاقة في هذا المجال، هذا ليس سهل، ولكن نني استطاع هذا وسيطر على مدينة سبتة المحتلة بالمغرب. ولأنه ذكي جدا أسس شركة بإسبانيا لبيع وشراء السيارات المستعملة لتكون كغطاء على أعماله في التهريب ولتبييض الأموال في نفس الوقت. وطريقته في التهريب عبقرية، كان يرسل 3 زوارق في نفس الوقت، زورقين فارغين وليس بهم أي مخدرات وزورق مليء بالمخدرات، وهذا لتشتيت انتباه حرس الحدود الإسباني. وبسبب ذكائه عمل فلوس كثيرة من هذا المجال مما جعله من الكبار ولا يخاف أحدا، وكل من يقف في طريقه يقوم بتصفيته. وفي أحد المرات قام بقتل أحد حراس الحدود باستعمال مجرفة مما سبب زوبعة في إسبانيا بأكملها، وجعل شرطة إسبانيا تبحث عنه في كل مكان مما جعله يعود إلى المغرب وبالضبط إلى مدينة تطوان، واشترى فيلا في مارينا سمير، واحد من أرقى الأحياء في تطوان. ولكنه لم يتوقف عن عملية التهريب أبدا، بل كان يشتغل عن بعد، فقط يعطي الأوامر للعصابة والعصابة تنفذ. ولكن عندما استقر في المغرب العديد من البارونات المغاربة لم يعجبهم دخول إل نيني إلى المغرب وبدأوا حرب العصابات. وفي سنة 2003 عصابة إل نيني دخلت في قتال عنيف مع عصابة أخرى باستعمال رصاص الحي، لدرجة أن صوت الرصاص وصل إلى القصر الملكي بالمضيق، والملك محمد السادس بشخصه أعطى الأوامر بأن يتم القبض على كل المتورطين في هذه القضية، فتم القبض على إل نيني والحكم عليه ب8 سنوات في سجن وادلو. ولكن إل نيني إل تشابو المغربي السجن بالنسبة له كفندق 5 نجوم، استطاع شراء كل الموظفين وحتى مدير السجن أصبح ككلبه المطيع، وأمضى سنتين وهو يخرج ويدخل من السجن كما يريد بكل حرية، كما أن لديه هاتف
وتلفاز وكل ما يحتاج إليه داخل زنزانته. لديه جناح ملكي، وفي سنة 2005 قرر أن لا يعود للسجن والهروب، مما أدى إلى إقالة جميع الموظفين ومدير سجن وادلو لأنهم فاسدين ومتورطين في عملية الهروب. تستطيع بالمال أن تشتري كل شيء حتى الحرية، وهذا ما فعله النني. لم يحفر نفق أو حضر خطة للهروب، بل خرج من الباب بكل سهولة وبمساعدة حراس السجن، ولكن بسرعة تم القبض عليه وإعادته. ولكن هذه المرة أخذوه إلى سجن آخر بمدينة القنيطرة، وتكرر نفس السيناريو. النني استطاع الهروب بطبيعة الحال، وهذا في سنة 2007، واختفى أثره. وهناك قصص تقول أنه قتل بواسطة قاتل مأجور فرنسي، ولكن جثته لم تظهر أبدا. وبعض القصص الأخرى تقول أنه لا زال حيا إلى يومنا هذا. المهم أن النني المغربي أو محمد ستيتو كان أسطورة من أساطير تجارة وتهريب المخدرات. إذا وصلت يا عزيزي المشاهد إلى هنا فهذا يعني أن القصة أعجبتك. أتمنى أن تنضم لعائلة أفضل أب وتعمل لايك وتشترك في القناة. إلى اللقاء.